ازيكم يا حبايبي، وان شاء الله كلكم تكونوا كويسين وبخير. فيديو جديد من قلب ايام رمضان الجميلة اللي خلاص بتخلص وبنودعها. بس كان لازم رمضان يخلص عندي او يختم باليوم ده، اعمل فيه كل حاجة حلوة. اليوم ده كانت عزومة خطيبي اللي كانت بتتأجل كل اسبوع للاسبوع اللي بعده لحد ما وصلنا لاخر اسبوع في رمضان. ولكن مش مهم اليوم ايه، المهم انا هعمله ايه وهبدعله في ايه. طبعا كنت انا اللي هعمل الاكل، وكنت هعمل بقى ايه. اول حاجه كده دي قدامكم ده كان طاجن لحمه. انا بوريكم بقى اللحمه، يعني هي كانت قطع سليمه كده شويه، فانا كنت هقطعها بقى لحتت صغيره. وكان معايا حوالي 4 بصلات كبار، بس انا مش هستخدمهم كلهم، هستخدم 3 بس. وكان معايا طماطميتين كده برضو صغيرين، و3 قرون فلفل كده زي ما انتوا حرين بقى، فلفل رومي، فلفل حراق، فلفل اسكندراني، زي ما انتوا عايزين. كنت بقول لكم بقى اللحمه هقطعها قطع صغيره كده، هقطع الباقي كله زي القطع الصغيره دي عشان تبقى على قد اللقمه بالظبط. ده طاجن فمش محتاج ان احنا نطلع ونقطع يعني. كانت هي بقى دي كلها كده مكونات الطاجن بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده كانوا 3 بصلات كبار، واحده صغيره. قطعت بقى البصل شرايح. انا بحب اقطع البصل، يعني كل اللي بيشوف لي فيديوهاتي عارف ان انا بحب اقطعه كده. قطعت اللحمه برضو زي ما انتم شايفين قطع كده، وقطعت الطماطم والفلفل برضو شرايح. انا بحب اقطع كله كده شرايح طويله مش مكعبات. وهبدا بقى ان انا ايه، اول حاجه هاخدها معايا البصل. المعلقه دي كان معرفش فيها ايه، عماله تقع كل شويه. بس انا كنت باكد عليكم بقى، بوريكم ان اللحمه لازم تكون قطع كده يعني حلوه، مش صغيره قوي ومش كبيره قوي، عشان ما تاخدش سوا كتير وعشان ما تتهريش في السوا. التتبيله بقى اللي كنت هعملها للحمه، هي اول حاجه كده حطيتها كان شويه كزبره، بس ما اعرفش ما صورتش ليه. بعد كده هحط شويه فلفل اسود، كل المقادير دي نص معلقه كبيره كده، نص معلقه كبيره كزبره، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه 7 بهارات. البهارات والتتبيله دي حاجات مهمه جدا يعني. حطيت نص معلقه كده، يعني ايه، كبيره كبيره. وده البطرمان ده كان فيه بقى حبهان، على مش عارفه اسمه جوز الطيب ولا اسمه ايه، يعني حاجه زي كده. وورق لورا، يعني عليه بهارات كتير وطحننا مع بعض. وحطيت برضو بتاع ربع معلقه كده روزميري، بيدي طعم للطواجن فظيع. الزعتر بقى ده انا وريته لكم، بس انا ما حطيتوش مع المكونات دي، انا حطيته مع الطماطم اللي عصرتها. وحطيت برضو ربع معلقه شطه صغيره، عشان لو محدش بيحب الحاجه تكون سبايسي او حراقه قوي. وطبعا حطيت بقى شوية بودر بصل وشوية بودر توم. دي كلها بقى ايه، ربع معلقة كبيرة كده، او ممكن تحطوا نص معلقة صغيرة. واهم حاجة ما ننساهاش معلقة السكر الصغيرة، يعني دي مهمة كطعم، وكان هي ما تخليش الصلصة حامية او كده. وطبعا نص معلقة بابريكا. وطبعا انا هحط صلصة برضو، بس لازم البابريكا بتدي طعم غير اللون يعني. اول حاجه بقى بحب احط البصل على التوابل، قصدي على البصل، واقلبهم في بعض قبل ما احط المكونات التانية، عشان التوابل تدخل كده مع المية بتاعه البصل. فبحس ان التتبيله يعني بتثبت اكتر. اهم حاجه بقى كده اقلب كويس كويس كويس، وتجيبي بقى طبق كبير كده حلو. ونزلت بقى انا معاكم هنا، هتلاقوني نزلت بنص كميه الفلفل بس، ونزلت بكميه الطماطم كلها. بس انا هاجي فيما بعد هروح منزله كميه الفلفل كلها، انا خفت ان هي ممكن تكون كتير، بس هي طلعت في الاخر مظبوطه يعني. قلبت ده كله مع بعض برضو. واخر حاجه نزلت بيها كانت اللحمه، عشان لما اقلب اللحمه يبقى الخضار خلاص كله خد من التتبيله، فتبدا التتبيله بقى تتوغل مع اللحمه. واخر حاجه بقى، وده السر يعني في اي تتبيله لحوم او فراخ في الطواجن، ان انت تحطي نص كوبايه زبادي، او شويه لبن، او لبن بودره. يعني بصوا الحاجات دي بتدي يعني افكت كده للحاجه فظيع جدا. واهم حاجه برضو لازم معلقتين كبار كده خل، عشان الحاجه طبعا هتبات في التلاجة، فتبدا بقى ان هي تديها كده مزازه، وبتساعدها في السوا كمان. واخر حاجه حطيتها دي كانت نص واحده ماجي تقريبا، مش واحده كامله.
لان انا متبله الحاجه كويس. طبعا حطيت شويه ملح عشان ما تنسوش، لان الطاجن ده انا مش هحطه على النار فوق، مش هسويه على النار فوق، انا هحطه في الفرن على طول. فطبعا حطوا الملح عادي، لان هو هياخد سوام وهو ني، يعني هيستوي منه فيه وهو ني. شفتوا بقى هنا كنت حطيت شويه الفلفل المتبقيين، وحطيت بتاع حوالي حته يعني نص، شلت الباقي اللي كنت هحطه، حطيت نص معلقه كده فلفل احمر مطحون. وبرده ده اختياري لو مش عاوزين، يعني مش حابين الحاجه تكون فيها سنه سبايسي شويه. وشويه زيت زي ما انتوا عارفين دايما بحب احط الزيت دوت في الحاجه اللي هتبات في التلاجة. وقلبت كويس جدا، وزي ما قلت لكم ان انا هسويه يعني انا خلاص هحط عليه الصلصه بتاعته، وهدخله في الفرن في الطواجن الاول، بعد كده احطه في الفرن وهو بقى ياخد سواه منه. في بعد كده ده كان قبلها بيوم كنت خلصته وقفلته. طبعا لازم تكون في علبه مقفوله، بلاش علب المفتوحة خالص عشان ما يعملش ريحة في التلاجة، وعشان ما فيش اي حاجة تانية تكرف عليه. وكنت بقى خلاص كده خدته عشان اشيله، وجيت لكم بقى تاني يوم. بصوا بقى اول ما هفتح العلبة هتشوفوا المنظر، هتحسوا ان التوابل كده اللي هو يعني شرب من التوابل قوي. شايفين كمان البصل نزل المية بتاعته، فمية البصل مع التوابل شايفين، تحسوا ان في زي لمعة كده نزل زي منه مية البصل مع التوابل. حاسة ان هي عملت حاجة جامدة كده. دي بقى الطواجن الفخار، انا بحب اعمل في طواجن الفخار جدا جدا، مهما كانت الطواجن اللي طالعة جديدة الطواجن الفخار بصراحة غير يعني. اول حاجة بحطها بقى بجيب حتة سمنة كده صغيرة من تحت بدهنها في الطاجن عشان لما احط الحاجة، وطبعا اللحمة كده كده هتنزل دهون والسمنة والكلام ده، بس برضو لازم حتة كده صغيرة من تحت عشان تدي طعم كمان. بعد كده بقى هنزل بكمية اللحمة اللي معايا كلها. انا دي طريقتي بصراحة في طاجن اللحمة، بحبها جدا ويعني بتعجب اي حد بعملها له. والاكل ده كله هو خطيب اللي طالبه، يعني هو دي الاكل كله اللي هو بيحبه، فانا عملت بقى كل الاكل اللي هو بيحبه. ده بقى كده كان خلاص، كنت عاملة 3 طواجن. هي الكمية يعني كانت يدوبك على القد ده، كان تقريبا كيلو لحمة، او كان تقريبا كيلو، مش متذكرة بصراحة. بعد كده بقى جبت الطماطم، وزي ما انتوا شايفين بقى كده ما بحطش كتير، يعني انا بحط كمية اللي هو يدوبك تغطي الوش بتاع المكونات عندي، مش بحط كتير خالص. واهم حاجه ان احنا نكون مزودين الطماطم يعني ميه كتير، يعني ما نخليش الطماطم قوامها تقيل، عشان هو هياخد وقت كتير في السوا في الفرن. فالطماطم يعني ما تتسبكش جامد، ويبقى لسه اللحمه عندي ما استوتش. زي ما انتوا شايفين المنظر ده كده بالظبط. وهروح واخداهم حطاهم في الفرن على نص الوقت كده، هو يقعد في الفرن من حوالي ساعة ساعة ونص. على نص الوقت كده هروح مطلعاه، هتحطي حته سمنه صغيره كمان او زيت انتي وحريتك على الوش، وبعد كده خلاص بالهنا والشفا بقى. تاني حاجه كنا عاملينها طبعا طواجن لحمه، هنعمل ايه بقى؟ تخيلوا، كوارع. عارفه ان في بنات وفي ناس كتير قوي مش هتحب الاكله دي، ومجرد ما هتسمع الاسم هتبقى متضايقه كده. بس يا جماعه انا من عشاق الكوارع وبحبها جدا وبحب اكلها جدا. عارفه برضو ان في ناس ما بتحبش تاكلها باللي هي طشه التوم دي، وفي ناس بتحب تاكلها كده عادي، بس احنا بنحبها بنحط عليها طشه توم، مش بنعملها في طواجن ولا بنعملها ساده. فكنت مجهزه لها بقى انا طشه التومه ديت عشان اعملها للكوارع. وهتشوفوا بقى منظر الكوارع معانا وهي بصوا بقى بيضة ونضيفة، والشوربة بتاعتها صافية وفاتحة كده. دي الكوارع اللي تفتح النفس ان الواحد ياكلها. شايفين؟ بصوا استنوا لما يعني بصوا بقى لما اقلب بالمعلقة، اهم حاجة ما تحرقوش التومة بتاعت الكوارع عشان ما تغيرش طعمها. شايفين؟ تفتح النفس، يعني الناس اللي بتحبش الاكله دي يبعدوا. طبعا كنا عاملين معاها بقى بقيه الاكله بتاعتها، مش عارفه ده اسمه الطحال تقريبا. وكنا عاملين بومبار، بس ما اعرفش ما تصورش خالص، فالفيديو مش عارفه راح مني، مش عارفه راح فين. سيبنا بقى ده كله، سيبنا الحادق دخلنا بقى على الحلو. وماما كانت بتعمل لنا صينيه كنافه بالكريم شانتيه والمانجا. انتوا متخيلين بقى الكلام اللي انا قلته كله؟ طبعا اول حاجه عملتها كانت حاطه الكنافه في التلاجة او في الفريزر عشان تنشف، عشان تعرف اللي هي تكسرها بالطريقه ديت. وبعد كده حطت عليها سمنه، بس اهم حاجه سمنه يكون نوعها نضيف، يعني لو مش عندك سمنه بلدي ممكن سمنه يكون نوعها نضيف، عشان بس تفرق في الريحه وفي الطعم. وبتفضل بقى ايه
يعني تدعك كده السمنة مع الكنافة بالطريقة دي عشان السمنة الكنافة تتشرب من السمنة كده. الحشوة كانت جوز هند وزبيب وسوداني، وكان عليه يعني بضع كده من المكسرات. والحشو برضه انتوا ليكوا الحرية ان انتوا تحشوه اللي انتوا عايزينه. وطبعا نحط عليهم شوية سكر عشان يعني يحلي الحشوة وكده. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا، الصينية اللي انتوا عايزينها، ونحط برضو في البداية كده خالص شوية سمنة حلوين زي ما انتوا شايفين، وتدعكوها بقى في السمنة كلها. وبعد كده تنزلوا بنص كمية الكنافة. واهم حاجة بقى الضغطة دي، الضغطة اللي انتوا شايفينها دي مهمة جدا عشان تخلي قوام الكنافة كله ماسك في بعضه وما يبقاش متفتت. يعني الضغطة دي مهمة جدا، لازم تتأكدوا ان انتوا بتعملوها كويس، ما تضغطوش قوي اللي هو تعملوا حروف كده او تعملوا حته عاليه وحته واطيه، يعني بالراحه بس تسووها كلها. بعد كده تنزلوا بقى بالحشو اللي انتوا حابينه براحتكم خالص خالص. اهم حاجه بقى وانتوا بتتفرجوا كده ان انتوا متنسوش ان انتوا لو حد هيتفرج عليا وما عملش وما اشتركش في القناه، ان هو ينزل ويعمل لي اشتراك في القناه ويشرفني بوجوده معايا وبوجوده في عيلتنا. وكل الناس اللي عندي من البدايه بيتفرجوا عليا، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي بقى لايك وتكتبوا لي الكومنت الحلو اللي بستناه منكم في كل فيديو. زي ما انتوا شايفين السمنه دي عنصر مهم جدا في الكنافه. فنزلنا كده ايه بعد الحشو حطينا رشتين كده بالمعلقه، وبعد كده نزلنا ببقيه كميه الكنافه عادي جدا. بس كده الكنافه خلصت. شايفين هي سهله ازاي؟ بس الفكره بقى في التريكات البسيطه دي، يعني سمنه يكون ريحتها ونوعها نضيف، كنافه برضو يكون من مكان حلو انت عارفاه ومجرباه، والحشو ده بتاعك انت بقى. في النهاية خالص هتنزلي بقى بقية كمية السمنة اللي معاكي على الوش كده وتشربيها بقى كلها كلها كلها. طبعا كل الحاجات الحلوة دي بقى معمولة بنفس كده ومعمولة بروقان، يعني مش اي عزومة، دي برضو هو يطلب واحنا واحنا ننفذ. يعني هي الحاجات دي كلها هو كان نفسه فيها، وانا عارفة ان هو بيحبها. فطبعا بقى عملت له كل حاجة هو عاوزها. خلاص بقى يعني احنا في اواخر رمضان، وهو كان من العزومات اللي في اواخر رمضان، فكان لازم نختمها بحاجة كده جامدة قوي. يعني انا عملت له الحادق وماما بقى بتعمل له الحلو. انا كنت هعمل انا الكنافه، بس انا الصراحه قلت لماما لا، يعني مش هجرب فيه فاعملي انتي وانا هصورك وانتي بتعمليها. هي طريقتها سهله جدا، ويعني هيبقى سهل ان شاء الله بالنسبه لي ان انا اعملها. بس هي الفكره بقى في ان ايه، لا يعني انتي بقى ايه، اعملي المره دي وانا هاخد التجربه في اي حد تاني هاخدها فينا، مش هجرب معاه. وبصراحه يعني انتوا هتشوفوا منظرها بعد كده طلع كان عامل ازاي. كانت عايزه تتاكل كده وانا واقفه صايمه. بصوا بقى ده كان بعد ما طلعت من الفرن. ل- لازم وهي سخنه كده مولعه طالعه من الفرن يكون الشربات بارد، وتروحي بقى نازله عليها بالشربات او بالعسل الجلوكوز، يعني على حسب ما انتوا بتسموه يعني. تنزلي بقى عليها. ما ينفعش تكون هي بارده والشربات بارد، وما ينفعش تكون هي سخنه والشربات سخن. لو الاتنين سخنين فطبعا هتتهري منك جدا، ولو الاتنين باردين فالكنافة مش هتشرب الشربات، فهتبقى من فوق طرية ومن جوه ناشفة، فما ينفعش. لازم الكنافة تكون سخنة والشربات بارد. وزي ما انتوا شايفين بقى ده كانت كده بعد ما شربت الشربات. شايفين بقى قصدي ايه؟ لما شربت الشربات بالطريقة ديت هي كلها بقت من جوه طريه كده، الطريان الحلو، ومن بره والطروف والجناب ان فيها قرمشه كده حلوه خفيفه قوي. طبعا خلاص بقى كنا المغرب اذن وفرشنا الاكل. زي ما انتم شايفين بقى البومبارة اهو اللي معرفش الفيديو بتاعه راح فين، والكوارع زي ما انتم شايفين شكلها يفتح النفس. والطواجن اللحمه بعد ما طلعت من الفرن كانت مستويه، بصوا عارفين اللي هي دايبه كده. اهم حاجه انتوا كل شويه تشقروا عليها. وطبعا بألف هنا وشفا بقى على قلب كل اللي كل. وطبعا بقى كنا عاملين سلطه طحينه وجرجير والليمون المخلل بقى، ده عمايل ايد ماما برضو. والعصاير، بس كان في كوبايتين عصير تانيين هم يعني اخويا وخطيبي ما صبروش وخدوهم يشربوهم. فقولوا لي بقى تسلم ايدي على الاكل ولا ايه، شاطره ولا مش شاطره؟ بصراحه يعني ماما كانت مساعداني شويه، بس ايه كانت مساعداني، كانت بتناولني يعني مش مساعداني بتعمل. بس في الحلو هي اللي عملته كله.
هفكركم بقى تاني لو لسه في حد ما عملش اشتراك في القناة، يلا بقى شجعوني كده اكتر وانزلوا اعملوا لي اشتراك اللي تحت الفيديو. وما تنسوش ان انتوا تفعلوا زرار الجرس يا بنات ويا جماعة، عشان انتوا مش بيوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بسبب ان انتوا مش مفعلين الجرس. هتفعلوا الجرس، تخلوه على علامة الكل، عشان ان شاء الله باذن الله كل فكرة فيديو جديدة جاية مع بعض توصل لكم. خلصنا بقى الاكل والمشروبات، دخلت بقى ان انا اقطع الحلو اللي ماما عملته. انا كنت قايله لكم بقى ان احنا هنعمل كنافه ونحط عليها كريم شانتيه وهنحط عليها مانجا. طبعا قلت لماما خلاص بقى اقعدي، دورك خلص كده، انا بقى هفنن لكم وهعمل لكم طبق كنافه ما حصلش. طبعا دخلت ما عرفتش بقى اعمل اي حاجه بسبب ان انا بصور بايد وبعمل بايد، فقلت لا هستأذنكم شويه بقى، انا كده هروح اظبط الدنيا وهرجع لكم تاني. فروحت بقى ورجعت لكم تاني بالمنظر ده. شايفين بقى؟ شايفين يعني؟ بصوا انا بتفرج دلوقتي، طبعا كانت الكنافه خلاص يعني خلصت بقى بهنا والشفا على قلبنا وبطننا. فانا جعت تاني، انا شفتها جعت تاني والله. كان طعمها حلو وخفيف وحلوة جدا. كنافة بالمانجا دي طلعت حوار، وخصوصا بقى لما احنا ضفنا عليها موضوع الكريم شانتيه ده. انتوا ممكن تحطوا بقى شوكولاتة، ممكن تحطوا لوتس، كريم كراميل، زي ما انتوا عايزين، اخترعوا كل اللي نفسكم فيه. خدت بقى الطبق ورحت دخلت بيه الخطيبي بقى وقلت له دوق وقال لي رأيك. طبعا قال لي كنافة مية مية وتسلم ايد ماما. وهو ده بقى كان الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى ان هو يكون عجبكم وكان خفيف كده ولطيف على قلبكم. واستنوا فيديوهات العيد واشوفكم على خير. باي باي.